الليلة مش نرجعوا نتكلموا في موضوع شائك، في موضوع حارق، في مسألة مصيرية مقلقة الناس كل، مقلقة التوانسة الكل، الناس كل تتكلم عليها، الناس كل عاملة منها معناها قضية الساعة، وهي قضية المهاجرين اللي موجودين في تونس. قضية برنامج ومخطط يعد في الخارج وفي الداخل أيضا لتوطين واستيطان مهاجري أفارقة جنوب الصحراء وغيرهم اللي موجودين في تونس بطريقة غير قانونية، واللي ما عادش نحكيو على أرض عبور وإلا نية الناس هذوما أنهم يتوجهوا للفضاء الأوروبي كما نسمعوا العادة، لكن برنامج واضح صار، وهو الاستيلاء على الأراضي التونسية واحتلال الأراضي التونسية واستيطان الناس هذوما بعقلية وبفكرة أن هذه الأرض هي أرضهم وليست أرض التونسيين الموجودين هنا اليوم، أرضهم اللي معناها خرجوهم منها قبل. لكن قبل ما نتكلم على الموقف الرسمي وعلى كل هذا، حبيت نسأل معناها منين مش نشدوا الموضوع، معناها منين مش نلقاو حل، بشكون مش نتلهاو باللي عنا في تونس ولا بالتوانسة اللي في الخارج، وإلا بقوى أجنبية تترصد لتونس وتحب توطن المهاجرين في تونس. ما نجموش نبداو نتكلموا من غير ما نرجعوا على الأسبوع اللي فات. شنو اللي صار؟ اللي صار وأنه قوى سياسية تونسية تقوم بندواتها الصحفية في باريس، قوى سياسية تشتكي الدولة التونسية بسلطتها بمؤسساتها في الفضاء الأوروبي في باريس تحديدا. نعودوا نرجعوا، شفنا الأسبوع الماضي وجود توانسة في البرلمان الأوروبي يطلبوا من البرلمان الأوروبي ومن السلطة الأوروبية التدخل لتونس، في تونس، لصالح من؟ لصالح أبنائهم. يعني سمعناها الكلمة، يا قوى أوروبية أبنائكم في تونس راهم في السجون، الناس اللي دافعت على مصالحكم راهي اليوم في السجون، وانتم ما زلتوا تعاونوا في تونس وتعطيوا في فلوس لتونس، وكأنه معناها استجداء لدول وقوى أجنبية أوروبية بالتدخل في الشأن التونسي وإيقاف الإعانات، وكأنه معناها الناس هذوما ماشي في بالهم اللي تونس عايشة بإعانات الاتحاد الأوروبي. الخيانة والعمالة اللي تزرعت عند الناس هذوما كل نهار نزيدوا نتأكدوا منها، أنهم مشاو للبرلمان الأوروبي يطلبوا منه التدخل العاجل في تونس باش ينقذوا أبنائهم الغير شرعيين. قعدنا نعانيوا في أفارقة غير شرعيين موجودين في تونس، وأبناء توانسة غير شرعيين تابعين للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي. يعني قمة في الدناءة وفي العمالة، أنهم يطلبوا من قوى أجنبية التدخل في تونس. وعليش ربطت الناس هذوما واللي صار هذا الأسبوع الماضي باللي عنا اليوم في تونس وبقضية الحال؟ لأن نعرفوهم من قبل بيوعة، ونعرفوا اللي فما غيرهم برشا عايشين اليوم في باريس وفي عدة عواصم أوروبية. احنا قبل كنا نقولوا عليهم صبيحية، معناتها جدودهم ظهروا، وهما هذوما اللي قاعدين اليوم يتفنوا كيفاش يبيعوا البلاد. ارتباطه بملف العنصرية، توانسة تخرج في البرلمان الأوروبي زادة تحكي أن تونس دولة عنصرية والشعب التونسي عنصري، ويعجلوا بتدخل القوى الأجنبية في تونس.
وفي القرار السيادي لتونس وفي القرار التونسي، وكأنهم يعطيهم في شرعية أخرى باش يتدخلوا، وكأنهم ما يعرفوش أنه الغاية في الاتحاد الأوروبي وما يصير اليوم في البرلمان الأوروبي، وهدفهم الوحيد هو جعل تونس أرض استيطان وأرض آمنة يعيشوا فيها أفارقة جنوب الصحراء باش ما يجيهمش لبلادهم. وكأنه هما العدد الكبير من الدول المشاركة في الاتحاد الأوروبي، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما تحملوش عبء أفارقة جنوب الصحراء من مهاجرين، بالرغم اللي هما على مدى عقود يسلبوا لهم في ثرواتهم ويسلبوا لهم في معناها رزقهم وفي الثروات الأفريقية. اليوم قال لك احنا ما نتحملهمش، خلينا نخليهم في تونس. وبالطبيعة شكون مش يعاونهم في هدايا؟ هالناس هذوما اللي هما نعتبرهم احنا بيوعة، يتاجروا بالقضايا التونسية ويتاجروا بقضاياهم ويتاجروا بقضايا اخواتهم وابنائهم واولادهم وبيتهم، اللي موجودين اليوم بتهم التآمر على امن الدولة. مش عارفين انه اليوم وجودهم في البرلمان الاوروبي وفي الاتحاد الاوروبي وما يقومون به اليوم يؤكد التهم على بيتهم وعلى ابنائهم وعلى اخواتهم. اكدوا اللي هما بيوعة متاع الاتحاد الاوروبي، واللي هما يخدموا لصالح القوى الاجنبيه وتآمروا على الدوله وعلى